بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم ومساء كرويه جديده من الكوره مع فهي، وعلى ما يبدو انها ستكون حلقه ساخنه يا ساده. تقدروا تتفرجوا على الحلقه اول لما تخلص على منصه شاهد بالمجان في اي وقت ما تكونوش قدام التلفزيون. كل اللي عليكم بالظبط كده هتدخلوا على شاهد بالمجان، هتخشوا على كامل بث مباشر ام بي سي مصر 2. اهلا وسهلا، انت بتتفرج عادي جدا والجوده عاليه والدنيا زي الفل. كل المنصات بتاعتنا بتبقى متاحه والحلقه شغاله، بعض المقاطع منها وليس كل المقاطع بتكون موجوده في الصفحات الرسميه لام بي سي مصر 2 وام بي سي مصر والكوره مع فايق، وصفحه ابراهيم فايق الموثقه على فيسبوك، وايضا كمان على اكس تويتر. مباراه مصر خلصت قدام كاب فيردي بالتعادل الايجابي 1-1. والحقيقه انه من ماتش اوزبكستان لحد النهارده في كلام كتير في الكوره، في كلام كتير في الكوره. ماتش اوزبكستان ما كانش افضل اداء عمله منتخبنا الوطني، بس برضو كوره، الاراء هتبقى فيها نوع من انواع عارف انت، احنا لما بنبقى قلقانين فتبقى خايف، انا عايز اطمن عليك بس انت تمام، فيقول لك انا تمام عشان احنا قدامنا داخلين بطوله الامم الافريقيه فانت تمام. فهو ده الحاله اللي عند الناس، انت تمام جاهز كويس. دي الحاله اللي عند الناس من بعد ماتش مصر واوزبكستان. انما الناس عندها، انا بشوف ده وعارف كويس، الناس عندها ثقه كبيره في اللعيبه وفي الجهاز الفني. ومش معنى خالص انه ممكن يبقى في بعض الاراء الفنيه في المنتخب، في طريقه اللعب، في اللي افضل، في اللي احسن، في الغيابات، في اللي يبقى موجود في التشكيلات، ان ده ضد المنتخب او ضد الكابتن حسام او الكابتن ابراهيم. هم بيحظوا بمحبه كبيره وبتقدير كبير، وكل الناس اللي كنت شفته يعني من ساعه صعود منتخبنا الوطني كاس العالم، وفي دعم كبير، بس حاله اللي هو طمني عليك يعني. ثم جه مباراه كاب فيردي اللي الحقيقه بشوفها ان هي افضل نسبيا كتير جدا جدا من المباراه السابقه. افضل نسبيا، احنا النهارده اتعادلنا، اوزبكستان اتغلبنا، النهارده اتعادلنا 1-1. بس في كلام في الكوره ممكن يتقال افضل، في شكل افضل في الشوط الثاني كمان تحديدا، افضل في كذا كوره، في كذا جبهه شكلها حلو، التفاهم التناغم ما بين مرموش وما بين فتوح، في شويه مشاكل دفاعيه واضحه، كل الكلام ده في منه كده وفي منه كده، تمام. فالحقيقه كل ده انا بشوفه كلام كوره عادي، كلام كوره عادي يعني، في تقدير وفي محبه. ثم بعد المباراه كانت هناك تصريحات للكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي. المباراه نفسها عشان برضو المباراه نفسها فيها لقطتين، لقطه كبروها جدا جدا قد العالم، قد الكون، قد الكوكب. محمد الشناوي الراجل المدير الفني بيقول له اخرج، الشناوي استغرب شويه، طبيعي جدا، ما بيخرجش، يعني الراجل ما بيخرجش قبل ركلات ترجيح، قبل كده ما حصلتش يعني. فالراجل قال له تعالى اخرج، فاستغرب. استغرابها ما خدتش كام ثانيه، ما قالوش لا مش نازل، مش خارج، مش عامل، مش واكل، مش شارب، مش نايم، مش رايح، مش جاي، ولا اي حاجه من الحاجات ديت. مفيش لفظ، مفيش حاجه بتاع، مجرد استغراب. ثم الراجل خرج، نزل مصطفى شوبير تألق في ركلات الترجيح من نقطه الجزاء، وهذا ليس غريبا على مصطفى كل فرصه بياخدها هو قدها. ده واقع في اكتر من مره، في اكتر من لقطه، كل ما بتديله فرصه هو الراجل بيحافظ عليها، بيبقى مركز عامل حسابه، حتى ولو الموضوع ممكن يبقى مفاجئ، بس هو واضح ان هو مذاكر كويس وشاطر يعني. فالشناوي حصل الموقف ده باستغراب من المدير الفني، وقف لمصطفى وبيشجعه وبيحييه وبتاع، والدنيا تمام. هي في الحته دي مش اكبر من كده. اللقطه الثانيه مصطفى محمد في تغيير، فمصطفى محمد عارف هو ضارب بعينه، لامح ان هو ما خرجش، مره ثانيه لامح بعينه ما خرجش. بشوف انه الحته دي محتاجه شويه تظبيط، يبقى في شويه تفاهم اكتر، شويه فهم، معرفه. اللعيب لعيب والمدير الفني لعيب والمدير الفني مدير فني. بس برضه هرجع واقول هي لقطه عاديه، الراجل ما صدرش منه حاجه، ما قالش حاجه خارجه، ما قالش حاجه تضايق، هو اخد وقت بس عايز يبقى موجود في الملعب. اللقطتين دول كلهم على بعضهم ما ياخدوش حاجه، يعني ما اظنش ان هم دول المفروض ان هم ياخدوا عينينا قوي. انا اللي ياخد عيني اكتر، ان انا ابقى مركز في الملعب وفي اللقطات اللي موجوده في الملعب والتغييرات والاداء الفني والحاجات اللي شبه كده، ده اللي احب اتكلم فيه. ثم قبل ما ادخل الهوا ب 30 ثانيه دقيقه مثلا، لقيت زمايلي بعت لي تك التليفون بسرعه، الحق بعتنا لك على الواتساب تصريحات ساخنه كابتن حسام حسن، الحق بص كابتن حسام تصريحاته قويه جدا الى درجه العنف، يعني فيها عنف، انه يعني مش عاجبه انه في ناس قد تكون بتنتقد، وانه مش، وانه هو راجل بياخد فلوس بالمصري ما بياخدش زي الاجنبي، وانه كذا كذا تصريحات. برضو تاني هقولها للكابتن حسام حسن، وهو عارف كابتن حسام عندي حاجه كبيره جدا جدا، مصر كلها عارفه يعني.
انت ماشي كويس جدا يا كابتن حسام، وتحصل على دعم كبير جدا من الناس، وفي كل الاستوديوهات وانا تابعت شفت يعني السواد الاعظم منها تحديدا بعد الصعود الى كاس العالم. كل الناس بتقول الراجل ده كفء لازم يكمل، الراجل ده هو اللي صعد الناس لكاس العالم، هو صعدنا كاس العالم فلازم يكمل. لما يا كابتن حسام بنسلط الضوء على انه في ناس مش عايزانا، انه في ناس مش كذا، انه في كذا كذا، بنكبر حجم الناس اللي مش عايزه، ونكبر حجم وعدد وكثافه الناس اللي ما بتدعمش المنتخب، كما لو انه ما فيش توافق على الكابتن حسام حسن. انا ما اعرفش ليه دايما التصريحات ممكن بيقولها الكابتن حسام زي ما يكون شايف ان العدد ده اكبر من العدد الثاني. العدد الثاني اللي واقف، انا بشوف اغلب الاعلام مساند الكابتن حسام حسن، اغلب الناس في الشوارع مسانده الكابتن حسام حسن. بس طبيعي يبقى عندنا الحته بتاعه القلق، لا المنطقيه، حته القلق الطبيعيه اللي هو ايه؟ والله لا احنا شايفين انه داخلين على بطوله الامم الافريقيه، فاحنا محتاجين نلعب مستويات افضل اكتر اقوى اهم، يعني حاجات كلها هتخش تحت الاطار الفني مش مقصود بيها خالص. لا الناس عايزه تمشي كابتن حسام ولا الناس عايزه تمشي كابتن ابراهيم، ده الناس كلها فرحت قالت لك هذا الرجل وصلنا كاس العالم وهو لاعبا، ووصلنا كاس العالم وهو مديرا فنيا. فما فيش حد خالص اظن، يعني مفيش حد عادي يعني طبيعي يبقى ضد الكابتن حسام. انما قد تكون الناس عندها حاله من حالات القلق الطبيعي جدا اللي لابد ان يتفهمه الكابتن حسام حسن. فالنهارده في تصريحات صادمه للبعض، ناس هتاخدها وتتكلم فيها وده طبيعي لان ده المدير الفني لمنتخب مصر الصاعد لكاس العالم. فانا كنت شايف انه الوتيره ماشيه كويس، النبره ماشيه كويس، الكلام مع الاعلام ومع الجمهور كان ماشي كويس. النرفزه دي انا ما اعرفش اسبابها ايه، بس على ما يبدو انه قد تكون الانتقادات، قد يكون بعض الكلام من بعض مباراه اوزبكستان خلى الامور تبقى فيها عصبيه شويه من الكابتن حسام حسن. فاتمنى انه يرجع تاني، يحافظ على هدوءه تاني، يخاطب الفئه الاكبر من الناس اللي عايزه تطمن من الكابتن حسام حسن، اللي بتقول له شد حيلك بس احنا شايفين انه في كذا مش كويس، فقول لنا الدنيا تبقى ماشيه ازاي، الريتم، المستويات، الحاجات اللي شبه كده. انا بشوف هو الموضوع في الحته ديت. فاتمنى ان الكابتن حسام بس ايه، يراجع نفسه شويه النهارده بعد التصريحات ديت من باب المحبه.